يعني حلقة جديدة من حلقات دور ال16 اللي بنحاول نقفلها عشان نبدأ السلسلة الجديدة. وزي ما قلت لكم في آخر حلقة من حلقات القراءات بتاعت شهر 5 و6، قلت لكم كده في البداية إن يمكن غلطت في الموسم الأولاني اللي احنا شغالين فيه حاليا وبطريقة عرض الحلقات، وجالي أكتر من كومنت إن هي كده ما بقتش مواجهات على قد ما هي بقت زي مراجعة لروايتين. وده فعلا حقيقي، احنا عشان أقدم لك لازم بعمل لك مراجعة للروايات اللي هنتكلم عنها. وكان خطتي ان احنا نعمل المواجهات دي كل روايتين قصاد بعض نتكلم عنهم، وانتم ليكم حرية في اختيار الرواية الكسبانة. وبعد كده في الثمانية اللي هيفضلوا في الاخر كنا نعمل بيهم حلقة لايف مع اي حد، وفي الاخر نطلع الرواية الكسبانة. ده كان مخططي للموسم الاولاني. هل انتم حابين الموسم الثاني نستكمله بنفس الطريقة، ولا تحبوا ان الموسم الثاني يبقى هو مجرد حلقة هنختار فيها ال 16 رواية اللي انتم هتختاروها الاعلان يعني، وبعد كده حلقة القرعة، او تبقى الحلقة التانية هي عبارة عن لايف كبير هيبقى فيه القرعة، بقى فيه كل بقى التصفيات من اول دور 16 لحد النهاية. قولوا لي تحت انتم في التعليقات هل تحبوا انهي شكل، بحيث ان احنا التحضير للموسم الجاي نعرف هنمشيه بانهي شكل باذن الله. حلقة النهاردة هي اعتقد انها من المواجهات اللي هتكون قوية بشكل كبير، وهي بين روايتين مختلفين جدا او تصنيفين مختلفين جدا. ما بين الرواية دي اخترتوها وهي كانت 3 روايات قصيرين، هي مواليد حديقة الحيوان لأشرف العشماوي عن المصرية اللبنانية، والتانية هي سرداب قصر البارون للكاتبة مروة جوهر والصادرة عن دار دون. اتكلمنا عن دي يمكن قريب في حلقة القراءات، بس خلينا تاني نفتكر مع بعض الروايات. خلينا نتكلم على سرداب قصر البارون، هي يمكن اللي حاضرة في ذهني دلوقتي وهنتكلم عنها بشكل كبير طبعا، والتانية انا محضر لها وهكلمكم عنها، بس يمكن دي القريبة. سرداب قصر البارون بتتكلم على أسطورة قصر البارون واللي كان بيحصل فيه واللي الناس كانت بتسمعه وايه السر وراه. طيب ده بيتم ازاي؟ بيتم من خلال 3 شخصيات، وفي اول شخصية عندنا اساسية هي شخصية متفوقة جدا في مجال التكنولوجيا، لكن لما بيحصل المشاكل اللي بتحصل وان الشركات الكبيره بتصفي زي جوجل ومايكروسوفت وكده، فده من الفئه اللي كانت خلاص انت مش هتقدر او مش هتبقى معانا. فبيقرر الشخص ده ينزل مصر ويبني مشروعه الجديد، وهو مشروع من خلال نظاره واقع معزز بينقل من خلالها تاريخ مصر. وعشان يبدا التصوير استعان باتنين من اصدقائه، وهم المنتج الشهير جدا والمصور الشهير جدا، ومن خلال خبره كل واحد فيهم هيشتغلوا على المشروع ده، بالاضافه لباقي الشله اللي في منهم بتاع ماركتنج شاطرين وناس تانية كتير هتقدر تشتغل على المشروع. بس بتيجي العقبه وبيختاروا اول مكان يصوروا فيه هو المكان القريب لبيتهم او اللي بيشوفوه كل يوم من العماره اللي كانوا ساكنين فيها، وهي قصر البارون. ومن هنا بتبدا احداث الروايه الغامضه اللي في اثناء تصويرهم بتحصل لهم امور كتيره غامضه، وهم ما كانوش بيؤمنوا فيه او ما كانوش متوقعين ان ممكن يحصل لهم كده. بس مع الوقت بتكتشف اسرار كتير، وبتكتشف علاقه الاب اللي اصلا كانت متوتره بابنه اللي جاي ده، وان ايه سر العيله دي مع قصر البارون. بخلاف كده بنشوف علاقات تانية قديمة ما بين شخصيات كتيرة بتتطور ازاي واحداثها بتمشي ازاي، لحد ما بنوصل في النهاية لسر الست اللي على الغلاف دي وسر سرداب قصر البارون. كده اتكلمنا على الرواية دي. هنا نتكلم على مواليد حديقة الحيوان، واللي بتنقسم ل3 روايات الحقيقة. وأول رواية منهم وهي كانت كابينة لا ترى البحر، وتاني قصة منهم وهي مزرعة الخنازير، وآخر واحدة وهي مواليد حديقة الحيوان. كل واحدة فيهم بتنقل مأساة بشكل معين. يمكن أول واحدة كانت بتنقل فيهم نوع من أنواع اختلاف الطبقات، وإن إزاي لو في طبقة تعرضت أو شافت اللي الطبقة التانية بتشوفه تصرفها مع النقلة السريعة الوقتية ممكن يأثر فيها لإيه. على الجانب التاني في مزرعة الخنازير بنشوف نوع من أنواع الفساد القوي في الوقت ده، واللي من خلاله شخصية معينة كانت المفروض إنها تتكتب لها شهادة وفاة عاشت بل ونجحت واتشهرت بشكل كبير على حس وعلى يمكن ده على حساب بشر كتير. آخر واحدة مواليد حديقة الحيوان بتبين برضو الطبيعة المجتمعية في الوقت اللي بتتكلم فيه أو الزمن اللي بتتكلم فيه كانت عاملة إزاي، وأحقية بعض الناس في مكان معين لمجرد إن أهاليهم كانوا موجودين في المكان ده، وهل الأحقية دي بتوصل بيهم لإيه، ومدى الصعوبة وضيق الحال في الطبقة دي تحديدا. فأعتقد إن التجربة بتاعت الكاتب أو المستشار طبعا أشرف العشماوي في الروايات القصيرة دي كانت هي عايزة تاخد نفس النمط أو نفس الإحساس أو نفس الروح
ب3 افكار مختلفه او ب3 طرق مختلفه. اعتقد نجح فيه بشكل كويس جدا وكانت تجربه جديده. واللي بيميز الحقيقه دكتور اشرف العشماوي ان هو بعد فتره من الكتابات المتتاليه اللي كانت بنفس الاسلوب او بنفس الطريقه او بنفس الروح، قدر يخرج نفسه من الشكل ده في مواليد حديقه الحيوان. لذلك اعتقد هي تختلف عن اكتر من روايه سبقتها او اكتر من كام روايه كده جم ورا بعض. فالحقيقه كان تطور مختلف وخروج عن النمط اللي هو يمكن كان مرتاح فيه. فعشان كده الروايه دي اعتقد انها تكون من الروايه مميزه جدا في تاريخ المستشار بكل تاكيد. قبل بقى ما ننهي، انت جه دورك تقول لي هل انت مع الروايه دي ولا هل انت مع الروايه دي. عارف طبعا طريقه التصويت اللي بنعملها، وهي هسيب لك كومنت بكل روايه من الروايات لمده اسبوع، والروايه اللي هيجي عليها اكتر عدد من اللايك هي الروايه اللي هتكسب معانا واللي هتكمل معانا في دور الثمانيه. وما تنساش طبعا تقول لي تحت في التعليقات تحب نكمل او تحب بشكل اصح نعمل الموسم الجديد هيكون ازاي.